بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تحية متجددة عبر فضاء هذا المؤتمر الدولي حول التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في إفريقيا الواقع والآفاق. ومداخلتي ستكون بحول الله تعالى حول التخطيط اللغوي الرقمي، استراتيجيات بناء المحتوى العربي في الفضاء السيبراني. فبطبيعة الحال، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لم يعد التخطيط اللغوي مقتصرا على السياسات التعليمية أو الإعلامية التقليدية، بل أصبح ضرورة استراتيجية في الفضاء السيبراني، حيث تتشكل الهويات وتبنى المعارف وتعاد صياغة اللغة في سياقات جديدة متجددة. وهذه المداخلة تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى استكشاف استراتيجيات بناء المحتوى العربي رقميا. نعم، استكشاف استراتيجيات بناء المحتوى العربي رقميا ضمن رؤية تخطيطية تدمج بين الأصالة والابتكار، وتستجيب كذلك لتحديات الذكاء الاصطناعي، الترجمة الآلية، وتنوع وتعدد المنصات. فالإشكالية التي ننطلق منها في هذا البحث هي كيف يمكن للتخطيط اللغوي العربي أن يواكب التحول الرقمي ويؤسس لاستراتيجيات فعالة في بناء المحتوى العربي داخل الفضاء السيبراني. هذا بشرط أن لا يفرط في الهوية أو الفاعلية التواصلية. إذن الإشكالية: كيف يمكن للتخطيط اللغوي العربي أن يواكب التحول الرقمي ويؤسس لاستراتيجيات فعالة في بناء المحتوى العربي داخل الفضاء السيبراني دون التفريط في الهوية أو الفاعلية التواصلية؟ طيب، التخطيط اللغوي الرقمي بطبيعة الحال هو مجموع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى تنظيم استخدام اللغة في الوسائط الرقمية، هذا بكل بساطة واختصار شديد. في الوسائط الرقمية بما تشمله من محتوى، ترجمة، توليد آلي، تفاعل افتراضي. والفضاء السيبراني هو تلك البيئة الرقمية التي تشمل الشابكة، تشمل الآليات العصبية الإلكترونية، المنصات الاجتماعية، التطبيقات الذكية، الذكاء الاصطناعي بكل فروعه. فيمكن التمثيل للتخطيط اللغوي التقليدي الجانب التعليمي المدرسي الإعلامي، والتخطيط الرقمي بالمنصات التي ذكرتها، والمحتوى المحتويات التفاعلية بصفة عامة. أما إذا تحدثنا الآن عن تحديات المحتوى العربي في الفضاء السيبراني، وهذا أمر لا بد منه وهو ضرورة، فنجد بأن من أهم التحديات ضعف التمثيل العربي في المحتوى الرقمي العالمي. هذا معروف، حتى أن نصيب اللغة العربية كلها في الشابكة لا يتجاوز 3%، وهذا تحدي يجب أن نقف عنده منذ البداية. فالآن لنبحث عن سبيل التمثيل العربي بنسبة أكبر في المحتوى الرقمي العالمي. إذن هذا التحدي الأول. التحدي الثاني للمحتوى العربي في الفضاء السيبراني بطبيعة الحال هو هيمنة اللغات الأجنبية في البرمجيات والمنصات، وإلا لما اليوم اللغة الإنجليزية تتصدر اللغات في العالم، وتتصدر كذلك بمحتواها الرقمي وتسيطر على العالم. كذلك تحدي آخر وهو غياب المعايير الموحدة في الترجمة الآلية والتوليد اللغوي، وتشتت المبادرات، وعدم وجود تخطيط مركزي. لا يوجد توحيد للجهود ضمن ما يندرج تحت مسمى التخطيط المركزي. استراتيجيات الآن، هذه التحديات تتطلب منا ماذا؟ وجود أو خلق استراتيجيات
للتخطيط اللغوي الرقمي. ربما ما هي أهم الاستراتيجيات المقترحة هنا؟ التقييس اللغوي الرقمي، هذا أمر ضروري فيما له صلة بتطوير مثلا المعاجم الرقمية الموحدة، مثلا بناء قواعد بيانات لغوية قابلة للتكامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا مهم جدا في التقييس اللغوي الرقمي. النقطة الثانية الترجمة الآلية، وهي إشكالية كذلك من الإشكالات المطروحة. الترجمة الآلية الموجهة هنا أقصد، بحيث نسعى إلى تدريب نماذج الترجمة على نصوص عربية أصيلة، وكذلك الإشراف اللغوي البشري على المحتوى المترجم. هذا ضروري جدا أن يتدخل العنصر البشري فيما له صلة بالنصوص المترجمة. النقطة الثالثة في التحديات توليد المحتوى العربي. كيف يتم ذلك؟ من خلال دعم مبادرات الكتابة الآلية باللغة العربية، وهذا مهم، يجب هنا التحفيز وتقديم مشاريع لترقية هذه المبادرات، مبادرات الكتابة الآلية باللغة العربية، وتطوير كذلك أدوات تحرير ذكية تراعي السياق الثقافي واللغوي. التحدي الآخر هو السياسات التعليمية الرقمية، من خلال إدماج التخطيط اللغوي الرقمي في المناهج، وتدريب كذلك المعلمين على أدوات المحتوى الرقمي. ولنا مشاريع عربية ناجحة يعني، وهي عالمية رائدة والحمد لله، مشروع القرن يعني المعجم التاريخي، معجم الدوحة، يعني مبادرة المحتوى العربي الرقمي، الترجمة الآلية في منصة طويق. يعني في مبادرات كثيرة نسعى إلى تطويرها وتعميمها وترقيتها وتوحيد الجهود لكي نحقق ما له صلة بمضاعفة المحتوى الرقمي العربي في الشبكة. طيب، الآن التخطيط اللغوي الرقمي والهوية الثقافية، لأن اللغة كما قلنا تتجاوز كونها وسيلة للتواصل، فهي هوية، وهوية التخطيط اللغوي الرقمي والهوية الثقافية يتطلب هنا ضرورة الحفاظ على الخصوصية الثقافية في المحتوى الرقمي، هذا ضروري جدا، ومقاومة الاستلاب اللغوي عبر تعزيز المحتوى العربي الأصيل، وبناء خطاب رقمي عربي قادر على المنافسة والتأثير. يعني هذه الإشكالات والأمور التي طرحناها الآن من تحديات واستراتيجيات فيما له صلة بالمحتوى الرقمي العربي، نخلص من خلاله في الأخير إلى جملة من النتائج المتمثلة في أن التخطيط اللغوي الرقمي اليوم أصبح ضرورة استراتيجية وليس خيارا تقنيا، أصبح ضرورة. المحتوى العربي كذلك وجدنا بأنه يعاني من ضعف التمثيل خاصة في الشبكة، لكنه يمتلك إمكانات هائلة للنمو لثراء العربية وثراء التراث العربي وثراء التراث الإفريقي، ونحن هنا مؤتمرنا حول إفريقيا وكل الدول الإفريقية. الترجمة الآلية والتوليد اللغوي بحاجة إلى إشراف لغوي متخصص وجهود متكافلة ومنسجمة ومتكاملة. الهوية الثقافية يمكن أن تصانع عبر تخطيط رقمي واع ومبدع، وهذا أمر ضروري ومهم. ومن بين ربما التوصيات التي نقدمها ختاما، أولا ضرورة إنشاء هيئة عربية للتخطيط اللغوي الرقمي تجمع بين اللغويين والمبرمجين لكي تتكامل المهام والوظائف والأدوار لتحقيق النتائج المطلوبة. ثانيا دعم المحتوى العربي، هذا ضروري جدا في الذكاء الاصطناعي والشبكة عبر توفير بيانات لغوية مفتوحة. ثالثا إدماج التخطيط اللغوي الرقمي في المناهج التعليمية والجامعية خاصة في أقسام اللغة والترجمة. رابع توصية وهي تشجيع المبادرات الشبابية في إنتاج المحتوى العربي الرقمي، وخاصة نحن في الجزائر الحمد لله يعني فيه شباب ما شاء الله متفوقون في هذا المجال، وفيه المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا للرياضيات، ومدارس عليا في اللغات وفي تخصصات كبيرة. فهنا يجب أن نشجع الشباب ونحفزهم لابتكار ولتطوير المحتوى العربي الرقمي كل من مجاله وتخصصه.
خامس توصية وهي إطلاق منصات تحرير ذكية باللغة العربية، بشرط أن تراعي هذه المنصات، تراعي ماذا؟ تراعي السياق الثقافي واللغوي بطبيعة الحال. إذا هذا هو حال التخطيط اللغوي باختصار شديد. التخطيط اللغوي الرقمي، استراتيجيات بناء المحتوى العربي في الفضاء السيبراني. ونسأل الله التوفيق للجميع، وننتظر مقترحاتكم ومناقشاتكم ضمن فعاليات هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.